خوان البينا، الجناح البرازيلي الذي كان ينتظر منه الكثير في صفوف نادي الزمالك. صفقة نالت إعجاب الجماهير، والجميع كان متفائلا بمستقبله مع الفريق الأبيض. لكن فجأة وبلا أي تحذير مسبق، صدمة كبيرة تصيب الزمالك، إصابة مزمنة تهدد مسيرته. هل كان الزمالك ضحية خدعة؟ وهل كان بالإمكان تجنب هذه الفاجعة؟ في هذا الفيديو حنتكلم عن تفاصيل إصابة البينا، ونتساءل عن ما إذا كانت الصفقة تمت بقرار خاطئ. خليكم معنا. خوان البينا، الجناح البرازيلي صاحب 24 عاما، كان أحد أبرز اللاعبين في الدوري البرازيلي، يمتلك مهارات فردية استثنائية وسرعة كبيرة، بالإضافة إلى قدرة على التسجيل وصناعة الأهداف. قدم مستويات رائعة مع ناديه السابق في البرازيل، وكان متوقعا أن يكون أحد النجوم البارزين في الزمالك هذا الموسم. جماهير الزمالك كانت متحمسة لهذه الصفقة، خصوصا مع حاجة الفريق لبديل قوي في الجناح، ليكون شريكا هجوميا مع لاعبين آخرين في خط الهجوم. كان الجميع يضع آمالا كبيرة عليه. لكن مع مرور الأيام بدأ يظهر شيء غريب. البينا كان يتغيب عن بعض التدريبات بشكل غير مبرر، وفي بعض الأحيان كان يظهر عليه آثار ألم في الركبة، وهو ما أثار الشكوك لدى الجهاز الفني والطاقم الطبي. الشكوك بدأت تتزايد، خاصة عندما بدأ اللاعب يتحدث عن آلام مستمرة في الركبة. المثير أن الجهاز الطبي في الزمالك في البداية لم يأخذ الموضوع على محمل الجد، وكان يعتقد أن ما يعانيه اللاعب هو مجرد إجهاد طبيعي. لكن سرعان ما تحول الوضع إلى أزمة حقيقية. ثم جاء الخبر الذي هز الجميع. الجهاز الطبي أبلغ الإدارة بأن البينا يعاني من إصابة مزمنة في غضروف الركبة، وهي إصابة قديمة من فترة وجوده في البرازيل. وما زاد الطين بلة أن اللاعب كان يعالجها هناك باستخدام المسكنات دون أن يتم تشخيصها بشكل دقيق أو يعطى العلاج المناسب. كانت تلك إصابة كان يمكن اكتشافها مبكرا، ولكن يبدو أن الأمور قد فلتت من يد الجميع. الإصابة المزمنة في غضروف الركبة تعني الكثير من المشاكل. هي إصابة لا تشفى بسهولة، وقد تتطلب جراحة أو فترات علاج طويلة، وقد تؤثر على مستوى اللاعب بشكل دائم. هذه الأخبار كانت بمثابة صدمة لجماهير الزمالك، خاصة بعد كل تلك التوقعات حول قدرات البينا. هل اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بشكل كامل؟ التقارير التي تسربت تشير إلى أن النادي ربما لم يتحقق من الحالة الصحية للاعب بشكل دقيق، وهذا يثير الكثير من التساؤلات. من المعروف أن الأندية الكبرى تتعامل مع الفحوصات الطبية بجدية، وتقوم بفحص كل لاعب بشكل شامل قبل التعاقد معه. لكن هل كانت الفحوصات التي أجراها الزمالك كافية؟ البعض يشكك في هذا، خاصة وأن الإصابة كانت قديمة، ومن الممكن اكتشافها مبكرا لو تم إجراء فحص أكثر دقة. الآن بعد أن أصبح الأمر واضحا، السؤال الكبير هو: ماذا سيحدث لمستقبل البينا مع الزمالك؟ التقارير تشير إلى أن اللاعب قد يحتاج إلى جراحة في غضروف الركبة، أو أنه قد يضطر إلى الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة. إذا كانت هذه هي الحالة، فإن غيابه قد يستمر لفترة قد تصل لعدة أشهر، وهذا يمثل ضربة قوية للفريق. المستقبل الغامض للبينا يعني أن الزمالك قد يحتاج إلى التفكير في خيارات بديلة في الخط الهجومي. مع وجود غيابات أخرى في الفريق، قد يواجه الزمالك صعوبة في تعويض هذا الغياب الكبير. الآن يتساءل الكثير من الزملكاوية: هل كان من الأفضل أن يتم تأجيل التعاقد مع البينا حتى يتم التأكد من حالته الصحية؟ هل كان الزمالك في عجلة من أمره لإتمام الصفقة؟ الواقع يقول إن هذه الصفقة كانت تحمل الكثير من المخاطر، وظهر أن هناك إخفاقا في تقييم الحالة الصحية للاعب بشكل جيد. في النهاية نتمناها شفاء عاجل للبينا، لكن الحقيقة أن الزمالك أمام تحد كبير. مع غيابه لفترة طويلة سيواجه الفريق صعوبة في تعويضه. هل كان النادي متسرعا في اتخاذ قرار التعاقد؟ وهل كان يجب عليه التأكد من حالة اللاعب الصحية بشكل أكبر؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتقدون أن الصفقة كانت خاطئة من البداية؟